ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل احلى فطيرة النهاردة. فطير مشلتت سهل وجميل والواحد بيحبه بصراحة، بينفع جنب الفطار في الاجازة بقى. انا جبت كيلو دقيق، حطيت ذرة ملح، معلقتين سكر، ودي مية سخنة بس مش بتغلي، مية سخنة. وادي اول كوباية، وتاني كوباية دلوقتي هحط واحدة واحدة اهو زي ما انتم شايفين. دي تاني كوباية. هسيبه بقى في العجان تلف بقى ايه مع بعضها كده. وزي ما انتوا شايفين بحط ايه يعتبر زي معلقة معلقة على اساس الايه العجينة تتلم. النهاردة بقى هنعمل بقى الفطير، هنعجنه بحاجة يعني محدش بيعملها. طبعا احنا عارفين الفطير ما بنحطلوش ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة زي كده، لكن النهاردة زي ما انتوا شايفين كده حتة السمنة اللي انا حطيتها نص معلقة دي هتفرق معاكي في العجينة. اهو شايفين، بمسح بس الايه السمنة من المعلقة وقلت ايه اجربها. طبعا هي بتلزق لسه معايا. مقدار المية اللي احنا حطيناه مظبوط، حطينا كوبايتين، ويعني يا دوبك اقل من ربع كوباية كمان. زي ما انتوا شايفين كده انا بعجن فيها كويس جدا، وده اهم حاجة. بعد كده اهي بصوا، هاخدها بقى اريحها. هحطها في ايه؟ هحطها في كيس ابيض بلاستيك، واحطها في العلبة. اهو بصوا، اهو كيس ابيض، وهقفله كويس جدا. بدهن الوش بس زيت. الحاجة الجديدة معانا النهاردة المية السخنة ونص معلقة السمنة، بتفرق معاكي في الفطير والفرد، بتبقى حاجة جامدة. حطيته في كيس بلاستيك تاني اصفر وغطيته بقى وسبته، سيبه ترتاح بقى وبعد كده افتح عليه. ممكن تعجنيها قبل ما تنامي بالليل والصبح تقومي تشتغلي فيها زي ما انا عملتها كده بالظبط. انا عجنتها من بالليل والصبح قمت فتحت بقى عليها علشان اعملها. حطينا شوية دقيق كده بس عشان انا حاسة ان هي كانت بتلزق. الكيلو هعمله على فطيرتين. اهو رشة بقى دقيق من تحت العجينة كده، وابتدي بقى ايه نقطعها. هنقطعها 4 كور، هنقطعها الاول نصين، وكل نص هنعمله 2. سكينة المشرشرة وابتديت ان انا ايه اقطعها. اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو كوريها وحطي. هنجيب صينية وهنحط فيها العجينة بتاعتنا بقى، كرات الفطير، ونحط عليها زيت. طبعا شفتوا زي ما هي بتلزق كده، بلي ايدك بشوية دقيق ولفيها اهو
جبت بقى صينية وحطيت فيها زيت، وحطيت ايه على وش العجينة بتاعتنا شوية زيت. هسيبهم بقى على جنب، وهاخد واحدة واحدة بقى زي ما انتوا شايفين. عايزة تفرديها كده افرديها، عايزة تفرديها بايدك براحتك. دي زبدة صفرا حطيت ايه منها، وابتديت ان انا ايه افرد. العجينة عايزة اقول لكم مرتاحة كويس جدا، وبتتفرد معانا بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت ان انا ايه افردها اهو، وبحاول على الحروف افردها كويس جدا. هبتدي بقى احط الزبدة الصفرا، وبالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. التقطيعة دي او الفطير ده سهل وسريع في نفس الوقت. هطبق من الجنب ده والجنب ده، وبتحطي حتة زبدة كده اهوت، وبعدين تتنيها، وبعدين ناخد الجناب من كل جنب نطبقها بقى اهو زي ما انتوا شايفين. حطينا الزبدة، وهناخد الجنب ده كده، والجنب التاني زي ما انتوا شايفين. ونحطها على جنب ونعمل التانية. طول ما العجينة مرتاحة هتتفرد معاكي بكل سهولة اهو شايفين. بحاول ان انا افرد الحروف عشان ما تبقاش مكلكعة معانا. وبعد كده نحط الزبدة الصفراء. بعد ما نحط بقى الزبدة الصفراء نحط اول واحدة احنا كنا بنطبقها، اللي هي دي كده. وبرضو نعمل نفس النظام اللي عملناه المرة اللي فاتت. التطبيقة زي ما هي، زي الأولانية زي التانية اهو زي ما انتوا شايفين كده. بنحط زبدة، وبعدين نحط دي كده، وما فيهاش اي حاجة. لو العجينة اتقطعت منك حاجة بسيطة، ما فيش اي مشكلة خالص. هطبقها زي ما انتوا شايفين كده، وهجيب صينية نحطها في قلبها. هبتدي بقى ايه افردها كده. اتفردت معاكي اتفردت، ما اتفردتش سيبيها تريح شوية، وبعدين نرجع تاني نفردها.
انا هسيبها وارجع لها تاني. وكده بعد ما سبتها 10 دقايق ابتديت ان انا افردها، فاتفردت معايا زي ما انتوا شايفين كده. اهو زي ما انتوا شايفين. بعد ما افردها بقى هحطها على البوتاجاز، مش هحطها في الفرن. ودي بصراحة بتكون احلى فطيرة فوق البوتاجاز، بتطلع طرية ومش محتاجة ان انت تغطيها، بس انا غطيتها، بس بتطلع بصراحة حلوة. ابتديت بقى حاولت ايه ان انا الفها كده عشان ما تتحرقش منك. شايفين بتتنفخ ازاي؟ طبعا ما اقلبهاش ولا اجي جنبها الا لما احس ان الفطيره من تحت زي ما برجها كده بتروح وتيجي معايا كده، يبقى يعتبر ان هي استوت. اهو بحاول اشوف كده اهوت. لسه شويه من تحت لسه بيضه. اهي طلع لونها جميل جدا، برضو بنعملها نفس الطريقه اللي احنا عملناها من الناحيه التانية. بصوا لفوا الصينية بالطريقة دي عشان توزعوا السخونية تحت الصينية. اهو. وكده بعد ما طلعناهم انا غطيتهم، دهنت وشها بالزبدة، وبعدين حطيت عليها كيس سبتها ترتاح. وتعالوا بقى ايه، وكل ما تسيبيها تلاقيها فتحت من بعضها. بصوا طرية ازاي. شايفين دي عشان فوق البوتاجاز بيكون الفطير بتاعنا طري كده. عايزة اقول لكم كانت جميلة جدا، طعمها حلو. اتمنى ان انتوا تجربوها، الطريقة سهلة مش صعبة، ويعني اوفر من بره بكتير. شايفين طرية وحلوة، وبصوا حلوة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وقولوا لي ايه رأيكم. ناخد بقى حتة كده وبالعسل او بالجبنة او بالمش، حسب ما انت بتحبي بقى. صراحة تحفة تحفة. اتمنى ان هي تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم الحلوة، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع الف سلامة.